تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهارده هنتكلم عن موضوع اسمه يعني إيه المدح. في بعض الأحيان المدح بيكون حرام، وفي بعض الأحيان المدح بيكون مكروه، وفي بعض الأحيان المدح بيكون واجب، وفي بعض الأحيان المدح بيكون يستحب حاجة زي كده. وفي بعض الأحيان بنشوف ناس يقول لك إيه يعني شلوت سعادتك يعني دفعة للأمام، وبتشوف بعض الناس كده بيكون أفاقين ويقعد يمدح كده في الشخص عشان يتملقه وياخد مناصب من وراه وياخد مال، وانت بتبقى قاعد مخنوق منه. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لو انت لقيت نوعية الناس دي اللي هو الأفاق ده اللي هو بيقعد يمدح وخلاص، ويقعد يمدح في شخص بالكذب، هو ما عندوش الكلام ده، لكن هو بيمدح فيه بالكذب عشان ينال من وراه أي منفعة أو حاجة من أمور الدنيا، ده اسمه المداح، وده اللي حرام، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: فاحثوا في وجوههم التراب. طيب في بعض الأحيان بيكون المدح واجب وتاخد عليه ثواب عظيم جدا جدا، كما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني رأى الوحي والقصة بقى المعروفة، ونزل إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها وقال: زملوني زملوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول: زملوني زملوني. وخديجة رضي الله عنها وارضاها رأت أن هذا الموقف ده محتاج أن هي ترفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وترفع من هممه ومعنوياته. وده ساعات بيحصل، بيجي لك أخوك أو بيجي لك حد صاحبك أو كده، يعني تحس ان هو فقد الامل في حاجه معينه. طبعا انا مش بشبه لله ورسول مثل الاعلى، مش بشبه بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول لبعض الاحيان انا بقعد مثلا تقعد مع حد من اصحابك او تقعد مع حد من اخواتك تلاقيه يائس شويه ويقول لك انا فاشل، وانا يعني انا خايف من الدنيا، وانا مش انا انسان مش كويس وكلام من الوقت ده. وجب عليك انك تمدح فيه. لا لا لا، ازاي تقول كده؟ ده انت كويس، ده انت ممتاز، انت والله مش عارف قيمه نفسك، ده انت كنت حاجه كويسه جدا جدا وبالشكل ده. فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم: انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فان الله عز وجل لن يضيعك. فهي رفعت من روح النبي صلى الله عليه وسلم معنويه، ووقفت. ودي قد ايه هنا خديجه رضي الله عنها وارضاها بتدينا مثل في الزوجه، وقفت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت من يعني شأنه وقدره في الوقت ده. فالمدح في المواقف اللي زي دي واجبة على كل مسلم ان يكون في ظهر اخيه، وان يقعد يقول له يمدح فيه، وان يقول له لا انت كذا وانت كذا وانت كذا. ممكن يكون المدح مستحب، ان انت تكون تمدح حد انت عارف ان هو انسان متواضع، وتعلم ان نفسه مش يعني لا تعين نفسه عليه، وان هو مش مغرور وكده، ولما تقول والله يا اخي انا احسبك على خير ولا يجزاك الله احد، انت راجل محترم، انت راجل كذا، وانت عارف ان هو مش هيتغر، فهنا ان شاء الله المدح مستحب. ويكره المدح لو انت تعلم ان الشخص ده فيه سنه كبر او سنه غرور، فلا تعين نفسه عليه، انك تقول والله ده انت ما شاء الله ما فيش زيك، ده انت ذكائك هايل، ده انت تاجر ما فيش مش عارف ايه. الكلام ده ممكن يخلي الشخص نفسه تعينه عليه. فاحنا تعلمنا النهارده ان المدح في منه حرام لو انت بتكذب او بتمدح بالكذب على رجل زي ده لتتملقه وتنافقه وتداهنه عشان انت تاخد منصب من وراه ولا فلوس ولا. ومن الممكن ان يكون المدح طبعا واجب لو في كما في قصة خديجة رضي الله عنه وارضاه، وممكن يكون المدح في حالة مستحبة كما قلنا لو الشخص نفسه متواضع ويعلم يعني قدر او فضل الحق سبحانه وتعالى عليه. وممكن يكون المدح مكروه لو في حالة ان الشخص نفسه انت تخاف عليه من الفتنة، او ان انت نفسه تقوم عليه او ما الى ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك.